كلنا شفنا سعر الصرف اللي بقى قليل جدا جدا بين الجنيه والروبل، والموضوع ده هيفرق جامد مع الناس اللي عايشين في روسيا او بالاخص الطلاب اللي بيعتمدوا على الفلوس اللي جايه لهم من مصر. الجنيه كان بيساوي 5 روبل زمان، دلوقتي الجنيه بيساوي 1.8.7. تخيل. يعني باختصار كده بين قوسين الحياة في روسيا ما بقتش رخيصة زي الأول أهلنا كانوا بيبعتوا لنا 2000 جنيه كان بيبقى 10000 روبل ويكفونا في كل حاجة نعملها في كل حاجة في الشهر. دلوقتي ال 2000 جنيه ما تكفيش حتى ندفع بيها إيجار الشقة. الفيديو ده مهم بالأخص للطلاب اللي بيفكروا يجوا روسيا أو اللي بيخططوا يقول لك هنيجي روسيا والكلام ده كله، فالفيديو ده ليكم بالأخص. هكلمكم بكل صراحة يا جماعة ومن قلبي ليكم على طول من غير أي مصلحة. العيشة في روسيا ما بقتش رخيصة زي الأول خالص أبدا يعني، وأنا بتكلم بالأخص عشان سعر الصرف بقى مختلف شبه ما قلت لك في أول الفيديو. مش بتكلم مثلا إن الشقة بيغلي إيجارها أو الأكل سعره زاد أو الحاجات دي، لا، كل حاجة زي ما هي، ممكن غلت سنة بسيطة بس يعني مش الاوفر يعني، بس الفكره في سعر الصرف وبالاخص الناس اللي في مصر عشان الجنيه في النازل خالص، بالاخص الطلاب اللي في مصر، فالموضوع فارق معاهم جامد جدا. لما تيجي تدرس في روسيا او تحب انك تقول انا عاوز ادرس في روسيا، فلازم تعمل حسابك على الاقل خالص كل شهر ممكن 5000 جنيه 6000 جنيه. لما تيجي تحسب الفلوس اللي انت هتصرفها تعمل حسابك ان في سكن هتسكنه، في اكل طبعا هتاكل، يعني في ملابس تشتريها، جزم، ملابس داخليه او جاكيتات او بناطيل الخ، في عندك ادوات اسنان ممكن تشتري ادوات اسنان او اي ادوات الجامعه طلباها، الجامعه مش بيديك ادوات اسنان او الادوات انت اللي بتشتريها، فبرضه مصاريف. وغير كده كمان المواصلات، ان انت تركب باص او تاكسي او اي مواصله مهما كانت، وغير كده برضه النت او الباقه بتاعه التليفون، الشريحه يعني بتاعتك، فدي كلها مصاريف. غير كده لو انت واحد بتاكل من بره او بتشتري بقى كنتاكي ماكدونالدز والكلام ده، او بتروح تشتري شيبسيهات وكيكه، فدي برضه مصاريف على المصاريف. يعني الفلوس رايحه وهتلاقي الفلوس طارت منك في ثانيه. يعني يا جماعه ال1000 جنيه مصري بيساوي حوالي 1800 روبل في وقت تصوير الفيديو. يعني 1000 جنيه ب 1800 روبل، اللي هو ليس لها قيمة. 1800 روبل ديت ممكن تشتري بيها أكل لمدة أسبوعين بالعافية حاليا، مش حاسس لها قيمه. الفيديو ده مش غرضه ان انا احبطك او اقول لك ان العيشه غلت ومش عارف ايه والكلام ده، لا، الغرض الفيديو ان انا افهمك واقول لك ايه المستقبل لما انت تيجي تدرس في روسيا، يعني ايه اللي مستنيك. انا عارف حب ان انت هتسافر، انا كان عندي الشعور ده وانا قبل ما اسافر روسيا، ان انا عاوز اسافر ومش عارف ايه واشوف الدنيا وكلام من ده، بس لازم تشوف اللي قدام، تشوف المخاطر او الحاجات اللي ممكن تضرك في الفلوس او الكلام ده. زائد يا جماعه ان انا اول ما جيت ادرس في روسيا ما كانش في وضع بقى الحرب او تعويم الجنيه او الخ او الكلام ده كله، فاهلي كانوا سعر الصرف او كان ثابت نوعا ما يعني، فكان في مصاريف محدده للجامعه، كان حوالي ب 60 70 جنيه وقتها من سنتين يعني. بس دلوقتي سعر الصرف زاد، احنا عارفين عشان اتغير بقى كتير جدا. ال 60,000 جنيه اللي كنت هدفعهم مصاريف جامعه لمده سنه دلوقتي بقى 100,000، ف 40,000 زياده. فده برضو حاجه تعمل مشكله للطلاب اللي اوريدي اصلا بيدرسوا في روسيا، ان اهلهم ما كانوش عاملين حسابهم على سعر الصرف ده او فلوس الجامعه دي. يعني انا كنت هدفع لابني كل شهر او كل سنه معلش لفلوس الجامعه 60,000 جنيه، دلوقتي باختلاف سعر الصرف بقيت بدفع له كل شهر او كل سنه 100,000 جنيه او 120,000 جنيه، ما انا كنت دخلته الجامعات الاهليه في مصر ارخص، فاهم؟ فبرضه شبه ما تعمل مشكله للناس اللي جايه جداد، برضه الحوار ده عامل مشكله للناس اللي اوريدي اصلا في روسيا. وكمان سعر الصرف بيختلف، فالاكل هيكون غالي بالنسبه لك عشان تحتاج فلوس كتير من مصر عشان تعرف تشتري نفس الحاجات اللي كنت بتشتريها زمان. نفس الحاجات اللي كنت بتشتريها زمان هتحتاج فلوس اكتر من مصر عشان تشتريها. طيب بقى لو انت حابب او خلاص انت اوريدي في روسيا وخلاص بقى مش هينفع تقطع الحلم وانت قاعد بقى في روسيا خلاص، او لو انت عاوز تخطط تيجي روسيا وخلاص بقى هتيجي روسيا 100%، عاوز تيجي روسيا، فايه بقى الحل؟ انا مش هديك شويه كلمتين واقول لك مع السلامه، لا، لازم اديك حلول من وجهه نظر طبعا ممكن يختلف تتفق، ده رايك. بص يا جماعه، الشغل مش عيب، الشغل مش عيب، انك تشتغل عند حد مش عيب كذلك. انا كنت فتره من الاوقات ما كنتش بحب اشتغل عند حد، بس لقيت ان الشغل مش عيب وحاجه مؤقته، ما تشتغلش طول عمرك عند حد يا عم، بس
حاول على الاقل من فتره لفتره. في روسيا عندنا هنا في شغلانات كتير ممكن تشتغلها باليوم، يعني يوم واحد بس تشتغلها، يوم واحد مثلا في الاسبوع او يومين في الاسبوع، وكمان بيحاسبوك بالساعه شبه شغلانه البناء. واللي ما يعرفش ايه شغلانه البناء او الاسترويكا يعني بالروسي، في فيديو كنت عامله قبل كده، هسيب لك برده رابطه في الوصف تحت. شوف، ممكن تشتغل شغلانه البناء ديت مثلا يوم او يومين في الاسبوع، تحوش بيها فلوس الاكل بتاعتك على مدار الاسبوع. يعني مثلا تشتغل يومين في الاسبوع تجيب مثلا 2000 روبل، 2000 روبل ديت هتكفيك اكل اسبوع ونص او اسبوعين، فعاش جدا وانت كده بتساعد اهلك. بس المشكله ان مش سهل تلاقي الشغل ده، مش سهل، لازم وسيط يجيبهولك، حد تعرفه ياخد عنك عموله يجيبهولك، او اصلا صعب تلاقيه عشان مش دايما بيطلبوا شغل البناء ده، اوقات بيطلبوه اوقات مثلا مرتين ثلاثه في الاسبوع او مرتين ثلاثه في الشهر، فمش كل فتره بيطلبوه، زائد ان في الشتاء قليل قوي، دي مشكله. واحنا عارفين احنا كطلاب عايشين في روسيا، فمش هينفع ندور على شغلانات دايما اللي هي كل يوم من 8 الصبح مثلا للساعه 2، اللي هو كل يوم مثلا 8 ساعات 7 ساعات لمده شهر. مش هينفع، مش هينفع. احنا عندنا مدارس، عندنا مذاكره، اهلنا بعت لنا عشان الدراسه مش عشان الشغل، واخد بالك؟ فانت حاول تدور على شغل البناء، او تدور على حد عارف يوديك شغل البناء ياخد عنك عموله بسيطه بس قشطه، يعني تنزل مره مرتين في الاسبوع، او اي شغل، مش لازم شغل بناء، اي شغل باليوميه اللي هو تشتغل يوم واحد، مش لازم كل يوم لمده شهر، ممكن تشتغل باليوميه او بالساعه، ساعتين ثلاثه كل يوم ولا حاجه. دوروا على الشغل ده. هعمل فيديوهات بعد كده عن ان هو ازاي تدور على الشغل ده وشغلانات تانية هجربها واوريها لكم والكلام ده كله. فالحل يا جماعه قدامنا دلوقتي ان احنا نشوف مستقبلنا ونجتهد في الدراسه، علشان ده الواقع ان اهلك ما كانوش عاملين حسابهم على الفلوس ديت، او ما كانوش عاملين حسابهم ان سعر الصرف يقل، خلاص هم بقى يستحملوا ده للاسف غصب عنهم، عشان ده الواقع. انت مثلا في سنه تانية او ثالثه طب، او لسه هتيجي روسيا، او اوريدي في سنه اولى، فانت حاول تساعد اهلك باي طريقه. زي ما قلت لك، اشتغل يوم يومين ثلاثه في الاسبوع، او يومين ثلاثه اربعه في الشهر مثلا. حاول تجمع فلوس قد ما تقدر، فكر بره الصندوق، فكر في افكار تجيب منها فلوس، كلام من ده، عشان تساعد اهلك على قد ما تقدر. وحاول اهم حاجه بقى جدا يا جماعه، وده هدف الفيديو، تركز في مستقبلك او تركز في دراستك، علشان مش بعد ما سعر الصرف قل واهلك هيدفعوا فلوس اكتر ومش عارف ايه والعيشه غاليه بالنسبه له الكلام ده كله، في الاخر تجيب درجات وحشه، وفي الاخر تشيل مواد او تسقط او كلام من ده، او ما تذاكرش، فالموضوع فاشل جدا. فلازم تذاكر وشوف مستقبلك وتبقى دكتور، ويا باشا بدل الفلوس اللي انت هتضيعها دلوقتي هتجيب قدها 5 6 مرات بعد كده ان شاء الله. قول بس يا رب، والموضوع يعني ان شاء الله هيبقى بسيط. يعني اسف يا جماعه على التاخير، كان ظروف بقى، وخلاص الامتحانات كمان شهر، ودلوقتي احنا بنخلص في المواد زتشوتات والكلام من ده، فالدكاتره طالبين حاجات كتيره وبنخلصها، فالدنيا يعني بايظه بالنسبه لي شويه، وفي اضاءه جديده مركبها، وبجرب فيديوهات، مليون حاجه مليون حاجه. فانا اسف على التاخير. ما تنسونيش بس يا جماعه باللايك والشير للفيديو يا جماعه، ولو عندكم اي راي او اي تعليق او اي راي الفيديو الجاي، اي اقتراح كلام من ده، اكتبوه في التعليقات تحت. شكرا على المشاهده، وبس اشوفكم بقى فيديو جاي. سلام.